اهلا بيك. النهارده هناخد اكتر درسين بيخشوا في بعض وبيبقى فيهم مشاكل كتير قوي. present perfect present perfect continuous. المشكله ان انا ببقى عارف ال present perfect كله وببقى عارف ال present perfect continuous كاستخدام ده واستخدام ده، وببقى عارف الكي ووردز بتاع ده والكي ووردز بتاع ده، ولكن لما باجي احط يجي لي مثلا سنتنس وجمله وفيها سبيس او مثلا سنتنس او تشوز between two brackets، فانا ببتدي اتلخبط، مش متاكد قوي. النهارده هخليك تعرف تطلع الفرق البسيط. انا طبعا مش هتكلم على الفورم او التكوين بتاع كل زمن، مش هتكلم عليه. انا هتكلم على حاجتين: اليوسج وازاي اطلع الفروقات البسيطه ما بينهم. اليوسج بتاع البريزنت بيرفكت، اتمنى ان انت تكون سامع كويس او شايف البورد كمان. اوكي. اول حاجه البريزنت بيرفكت، انا طبعا هكتب بالعربي، مش حابب اكتب الانجليش عشان يبقى الموضوع واضح جدا ومفهوم جدا. اوكي، ما يبقاش في اي مجال لاي ترانسليشن غلط او ترجمه غلط في دماغك انت ممكن تعمل. اوكي، هنبتدي في الاول على البريزنت بيرفكت. ركز معايا يا ولا. البريزنت بيرفكت هقول استخداماته ايه مبدئيا. واحد، نمبر 1، البريزنت بيرفكت هو حاجه حصلت في الماضي ولسه مستمره لحد دلوقتي. انا هسيب لك البورد تاخدها سكرين شوت عشان تكتب ورايا. اوكي، يبقى هو حدث حصل في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. طب سؤال، هل هيكمل؟ يعني هل الحدث ده هيكمل؟ بين قوسين ما اعرفش، ممكن يكمل وممكن لا. طب تيجي ناخد اكزامبل ونشوف. تعالى. an engineer. I have worked an engineer. انا حدث حصل في الماضي ولحد دلوقتي انا انجينير، لحد دلوقتي انا مهندس. طيب ممكن بعد الجمله دي يستقيل؟ ممكن بعد الجمله دي يستقيل عادي خالص. فهو حدث حصل في الماضي وماله وشغال لحد دلوقتي. طب هيكمل في المستقبل؟ الله اعلم هيكمل معايا ولا لا. يبقى ده اول يوسج بتاع البريزنت بيرفكت. يبقى احنا ممكن نكتب هنا البريزنت بيرفكت اليوسج عشان تبقى انت عارف انا بتكلم على ايه. او الاستخدام يا سيدي بالعربي، سميه استخدام الزمن. استخدمه ازاي؟ اوكي، اللي بعديه جزء نمبر 2. ايه تاني؟ حدث حصل في الماضي ولسه خلصان حالا. ازاي؟ اهو حدث، خد بالك بالعربي برضه. حدث حصل في الماضي ولسه خلصان حالا. برضه ينفع استخدم الاستخدام ده. طيب استخدام ايه؟ باستخدام جاست. يعني انا ينفع احط جاست في الجمله. يعني اقول مثلا ايه؟ I have just finished my work. انا لسه حالا مخلص شغلي. يبقى حدث اهو حصل في الماضي ولسه خلصان حالا، بس لازم يكون عندي ايه؟ جاست. يبقى ده استخدام كلمه جاست. اوكي، يبقى هنقول تاني الاول تاني. حدث حصل في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. هل هيكمل؟ انا ما اعرفش. ممكن بعد ما اقول الجمله دي يحصل حاجه. I have worked an engineer. انا حصل ان انا في الماضي شغال an engineer. طب ودلوقتي an engineer. طب بعدين هبقى انجينير او ممكن ما ابقاش مهندس، براحتي. ممكن بعد الجمله دي يحصل حاجه ثانيه. اوكي، نمبر 2، حدث حصل في الماضي ولسه خلصان حالا باستخدام كلمه جاست. فجاست هي اللي هتعرفنا ان هو حدث لسه خلصان حالا. طيب الاستخدام نمبر 3 اللي هو باين عندك. نمبر 3 حدث حصل في الماضي وملهوش وقت محدد. يعني ايه حدث حصل في الماضي وملهوش وقت محدد؟ انا مش فاهمك قوي. يعني I have worked an engineer. انا اشتغلت كمهندس او كتيتشر او whatever is، اي حاجه انا اشتغلتها. ابتديت امتى؟ طب خلصت امتى؟ طيب انا ممكن اقول since او for، مفيش مشكله، وساعتها هيبقى موجود فيها الوقت. لكن انا عندي الفلكسبيليتي ان انا ما اكتبش الوقت ولا التاريخ ولا اي حاجه. مثال، لو حد فيكم مثلا والده ساله او اي حد ساله هل انت خلصت المذاكره بتاعتك او هل انت خلصت التمرين بتاعك؟ فالاجابه ايوه انا خلصت. فهقول I have finished my training مثلا. الفكره اللي انا بقول لك عليها ان انت ساعتها لما تستخدم البريزنت بيرفكت انت ما انتش محتاج انك تكتب وقت، لكن امتى اكون محتاج اكتب وقت وضروري
لما باجي اتكلم على الباست سمبل، وده هنتكلم فيه في حاجات تانية، الفروقات ما بين الباست سمبل والبريزنت بيرفكت. ده ليه وقت، ده ملوش وقت، وهكذا. اوكي، لكن انا بتكلم فيه دلوقتي ان انت لما تيجي تتكلم او لما تيجي تبعت لحد حاجه انت عملتها بس مش فاكر الوقت بتاعك امتى، ساعتها هتبتدي تستخدم البريزنت بيرفكت عادي، مفيش مشكله. فحدث حصل في الماضي وملوش وقت محدد، انت ممكن ما تكتبش الوقت المحدد، مفيش مشكله. نمبر 4 بتقول ايه؟ حدث حصل في الماضي وممكن يتكرر تاني. يعني ايه ممكن يتكرر تاني؟ انا مش فاهم الحته دي. يعني حدث حصل في الماضي وممكن يتكرر تاني. على سبيل المثال اقول I have met the prime minister، قابلت رئيس الوزراء. طب انا هسألك سؤال، ليه انا استخدمت لان رئيس الوزراء هو حي وموجود معانا، اقدر ان انا اقابله مره واثنين وثلاثه. لكن لو انا مثلا بتكلم على جد من الجدود او مثلا حد توفاه والله مش بقي معانا دلوقتي، فانا ببساطه هقول ايه؟ هقول I met، انا قابلت خلاص. فساعتها مش هستخدم present perfect، هستخدم الباست سمبل، لان الباست سمبل حاجه حصلت في الماضي ومش ممكن تتكرر تاني. لكن البريزنت بيرفكت هو حاجه حصلت في الماضي وممكن اكررها مره واثنين وثلاثه. عشان كده بسرعه نظره بسرعه نقول تاني بسرعه. حدث حصل في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي، هل هيكمل؟ لا، انا ما اعرفش اذا كان هيكمل ولا لا. I have worked as an engineer، I have worked a teacher whatever is. حدث حصل في الماضي ولسه خلصان حالا باستخدام كلمه just. يعني وليكن مثلا ماما مسحت الترابيزه. حدث حصل في الماضي وملوش وقت محدد، حدث حصل في الماضي وممكن يتكرر تاني. وبمناسبه حاجه حصلت ولسه خلصانه حالا، من ضمن استخداماته ان في حاجه حصلت في الماضي واثرها اللي شغال. يعني هي حصلت في الماضي لكن اثرها الافكت بتاعتها لسه موجوده لحد الان. انا رشيت برفيوم وقبل ما خلاص رشيت، لكن في اثر للبرفيوم. انا اتعورت او انا في وشي او في سكار في ايدي او في عيني او في اي حاجه، اللي حدث لكن انا لسه الاثر موجود. سيبك بالظبط كام ثانيه تعمل سكرين شوت بحيث انك انت تاخد كل المعلومات دي كلها. اوكي، الجدول ده من اهم الفروقات اللي انا هعرف اطلع منها الفرق ما بين الزمنين دول. اول حاجه البريزنت بيرفكت كونتينوس بيدور حول الديوريشن. يعني ايه ديوريشن؟ يعني طول عمل الفعل. انا مش فاهم يا مستر يعني ايه طول عمل الفعل؟ مش فاهم قصدك. طب والناحيه الثانيه عدد عمل الفعل. يعني باختصار ده ما يهموش البريزنت بيرفكت كونتينوس، ده ما يهموش انت خلصت ايه، يهمه انت فضلت قد ايه في العمل اللي انت بتعمله ده. يعني مثلا انا بذاكر، ما يهمنيش انت خلصت مثلا نايس انجلش فرنش وات ايفر از، ما يهمنيش الكلام ده. انا يهمني انت خدت قد ايه في الوقت، ذاكرت لمده قد ايه، 3 ساعات 4 ساعات. لكن هنا ما يهمنيش انت خدت وقت قد ايه، انا يهمني ايه انت خلصت ايه. فهنكتب هنا 2 اكزامبل وركز معايا. اوكي، اول حاجه هنا هقول مثلا I have been writing these emails for 5 hours. اهو طول عمل الفعل، الطول الوقت اللي انت خدته هو قد ايه؟ 5 ساعات. هو دي الحته المهمه، هي دي مربط الفرس. لكن هنا عدد عمل الفعل انت خلصت ايه؟ يعني هو على سبيل المثال I have written 5 emails، 5 ايميلات. انا هنا خلصت الايميلات في 5 ساعات، فانا ليا دعوه بالوقت او بطول عمل الفعل. انما هنا عملت ايه؟ I have written 5 emails. انا هنا كتبت ايه؟ انا كتبت 5 ايميلات. سالتك وقلت لك انت كتبت ال5 ايميلات دي في وقت قد ايه؟ انا ما سالتش، ماليش دعوه بالكلام ده. بما ان البريزنت بيرفكت هو بريزنت بيرفكت كونتينوس، يعني مستمر، يعني حدث لسه ما خلصش. يعني الفعل اللي هكتبه هنا هو فعل لسه مستمر ولسه ما خلصش. انما البريزنت بيرفكت يعتبر بالنسبه له هو حدث خلص. بص كده معايا، I have been studying math for 3 hours now. حدث ما خلصش، هو بيذاكر ماث بقاله 3 ساعات دلوقتي ولسه مكمل ومستمر. على عكس البريزنت بيرفكت I have studied English and math and خلص الانجليزي، هو اوريدي خلص كده. انت فاهم قصدي؟ يعني واحد جزء بيتكلم على ان هو حدث مكمل ولسه ما خلصش لانه continuous،
واحنا عارفين طبعا ان البريزنت كونتينوس حتى هو حدث مستمر، على عكس البريزنت بيرفكت بالنسبه له طبعا. البريزنت بيرفكت I have studied English I have studied English and math يبقى هو اوريدي ايه خلص. الجزء الثاني او نمبر 3 في الاستخدامات هو حدث مؤقت. يعني ايه temporary؟ يعني حدث مؤقت. يعني temporary. يعني ايه temporary؟ يعني حاجه مش مستدامه. البريزنت بيرفكت كونتينوس من ضمن استخداماته ان هو مؤقت، هو مش دائم. بما انه كونتينوس فهو مش هيفضل مستمر الى الابد، فهو مؤقت. مؤقت يعني مثال، ركز في المثال ده عشان انا مدخل فيه زمانين مع بعض. بص كده بيقول ايه next week، الاسبوع اللي جاي I have an exam، انا عندي امتحان. الجمله بتقول فاصله كوما I have been studying hard these days. I have been studying hard these days. الصايع طول السنه، صايع طول الترم، وجاي عشان هو بس عنده امتحان الاسبوع اللي جاي، فهيضطر ان هو يذاكر جامد. امتى؟ these days، هذه الايام. يبقى هو بيذاكر hard these days، مش كان على طول بيذاكر، لا ده هو ايه مؤقتا بيذاكر دلوقتي. فهنقول next، هقولها تاني next week، الاسبوع اللي جاي انا عندي exam. فمن ضمن الاستخدامات بتاعت ال present perfect continuous ان هو مؤقت، ف I have been studying hard these days. ومن ضمن الحاجات اللي خلتني اعرف ان ده مؤقت ان انا بتكلم على ايه these days، مش بتكلم على حاجه permanent، انا بتكلم على حاجه temporary. يبقى اعرف ان كلمه permanent دائما، temporary اللي هو مؤقتا. الجزء اللي بعد كده ال present perfect هو حدث دائم طبعا بالنسبه له. يعني ايه حدث دائم؟ يعني حاجه مش مؤقته، لا دي كانت دائمه. I have worked here، سوري هي هنا ناقصها اي. I have worked here since 2000، انا شغال هنا من سنه 2000. هو يعني شغال من سنه 2000، يبقى دي حاجه مؤقته؟ لا طبعا مش حاجه مؤقته اطلاقا. فهو I have worked here since 2000، يا راجل بقاله 24 سنه شغال، فدي حاجه دائمه ولا حاجه مؤقته؟ اكيد حاجه دائمه. يبقى اقول تاني الفرق ما بين الزمنين، وركز معلش هعيد الحته دي تاني. present perfect continuous هو بيدور حول الديوريشن، بيدور حول طول عمل الفعل، انما البريزنت بيرفكت عدد عمل الفعل. خلي بالك احنا هنخلص ولازم يبقى فيه ايه براكتسنج اكسرسايز زي ما اتفقنا علشان تعرف تطبق على اللي احنا شرحناه. هل انت فهمت ولا لا؟ اوكي طيب البريزنت بيرفكت كونتينوس شغال مع الستيتيف فيرب ولا لا؟ هو ايه الستيتيف فيرب ده يا مستر؟ دي حاجه انا كنت شرحتها قبل كده، اللي هو الافعال التقريريه، اللي هي الافعال اللي ما بتاخدش اي ان جي. هو ما بيمشيش مع الافعال اللي ما بتاخدش اي ان جي، ما بيمشيش مع الافعال اللي بتاخد اي ان جي. هو لا مش كومباتبل معاه. اوكي ودي هنشرحها للي مش فاهمها هنشرحها تاني مفيش مشكله. اوكي الجزء اللي بعد كده برضو الفرق ما بينه ان البريزنت بيرفكت بيخش مع الستيتيف فيرب. اكيد انت في سنك عارف الستيتيف فيرب. مش عارف الستيتيف فيرب فاحنا كده شرحناها اصلا في القناه عندنا، فاحنا ممكن تخش وتشوفها وتشوف ايه الستيتيف فيرب من اول لاخر. اوكي درس البريزنت كونتينوس والبريزنت سمبل ان هو بيبص على الديوريشن او على الطول بتاع عمل الفعل. فاذا انا دايما هستخدم معاه ايه الهاو لونج. المده، لان انا ماليش دعوه انت خلصت ايه، هي دعوه انت خدت وقت قد ايه في الجزء ده. فانا هنا هتكلم على هاو لونج. يبقى هاو لونج تعتبر من الكي ووردز اللي احنا اول ما نلاقيها يبقى اعرف ان انا بتكلم على البريزنت بيرفكت كونتينوس. انما البريزنت بيرفكت بس هيتكلم على هاو ماتش وهاو ماني، تعتبر من الكي ووردز. خلي بالك الجدول ده هو اساس التفرقه ما بين الزمنين الصعبين دول. اقول تاني بسرعه نقط بسيطه. البريزنت بيرفكت كونتينوس ليه دعوه بطول عمل الفعل، البريزنت بيرفكت عدد عمل الفعل. البريزنت بيرفكت كونتينوس حدث لسه ما خلصش لحد دلوقتي لانه لسه كونتينوس لسه مستمر، انما البريزنت بيرفكت هو بالنسبه له حدث خلص. البريزنت بيرفكت كونتينوس حدث مؤقت مش مستدام مش دائم. البريزنت بيرفكت بس هو حدث دائم بقاله كتير شغال. البريزنت بيرفكت كونتينوس ملوش في الستيتيف فيرب. البريزنت بيرفكت اساس الستيتيف فيرب. بما اني بسال على المده وطول عمل الفعل يبقى انا بستخدم في البريزنت بيرفكت كونتينوس هاو لونج تعتبر من الكي ووردز، انما هاو ماتش وهاو ماني تعتبر من البريزنت بيرفكت بس. وممكن ازود كمان مع هاو لونج اول داي، ممكن ازود عليها all day تتكتب جنب هاو لونج، تعتبر من الكي ووردز المهمه والاساسيه. وده احنا خلصنا الفرق ما بين الزمنين. طيب فاضل لنا حاجه واحده بس، ان احنا ناخد براكتسنج.
ده ان شاء الله هتلاقيه في الفيديو اللي جاي، علشان لازم تطبق اللي انت ذاكرته. حاول تاخد سكرين شوت عشان تمشي معايا واحده واحده في الاسئله، لان الاسئله هتبقى ماشيه بالنقط. هناخد اول السؤال ده وبعد كده ده وبعد كده ده وبعد كده ده وهكذا. اوكي، اتمنى ان انا اكون شرحته بشكل سبيشال مختلف. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه في درس الاسئله.